السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ عصام. اليوم جيت نشارك معكم طريقة تحضير ألذ وأسرع كسكسو بالدفاية بالدجاج. كيجي لذيذ، نتمنىكم تجربوه. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. كنبديو بالدفاية. بالنسبة للدفاية كنقطعو البصلة شرائح على الطول، كنزيدو عليها 2 معالق تاع الزبده، كنزيدو الزيت، كنزيدو العطريه. بالنسبه للعطريه كاين الملحه، كاين الخرقوم، كاين السكينجبير، كاين القرفه، كاين الملون، كاين الابزار. كنوضعوا البصله فوق النار حتى كتهبط، ومن بعد كنزيدو عليها 2 معالق كبار نتاع السكر سنيده، كنزيدو عليها العنب اليابس بعد ما رطبناه، وكنزيدو معلقه نتاع القرفه. يمكن ديالكم اضافه عود نتاع القرفه، انا ما كانش موجود عندي. خليوها على النار حتى كتعسل. بالنسبه للمرق كناخذوا الدجاجه بعد ما نقيناها، كنزيدوا عليها البصله مقطعه، كاين عندنا الابزار، كاين السكينجبير، كاين الخرقوم، كاين الملحه، كاين الملون، كاين شويه ديال العطريه نتاع الدجاج، كاين الزيت، كنزيدوا عليها معدنوس مربط، كنزيدوا عليها مطيشه مقطعه. فوق النار كتقلى شويه، ومن بعد كنزيدوا عليها الحمص مع اللفت مع الزروديه اي الجزر. كنزيدوا عليه الماء الكافي باش كيطيب هاد المرق. المرق بعد ما وجد، ومن بعد زولنا الدجاجه باش نحمروها في الفران. بالنسبه للقرعه كناخذوا طنجره كنوضعوا فيها الزيت، كنزيدوا عليها بشويه ديال البصل المشلض، كنزيدوا القرعه بعد ما قطعناها دوائر، كنزيدوا نفس العطريه اللي ذكرناها مع المرق مع شويه ديال القرفه، كنزيدوا عليها شويه ديال المعدنوس مربط، كنخليوها حتى كطيب وكتوجد. بالنسبه للكسكسو كناخذوا قصعه كنوضعوا فيها الكسكسو الكافي اللي غادي نحضروا به هاد الوصفه. كنديروا الزيت، كنزيدوا عليه الملحه، كنلبسوه مزيان مع هاد الكسكسو، ومن بعد كنزيدوا الماء، كنخليوه حتى كيتشرب الماء، ومن بعد كنفوروه الفوره الاولى. بالنسبه للكسكسو انا كنفورو 3 د الفورات، كاين الناس كيفوروه 2 ديال الفورات. التفويره الاخيره من بعد كنوضعوا الزبده اولا السمن اللي كان عندكم موجود. نحطوا شويه ديال المرق كنخلطوا معاه الكسكسو. الزبده الدجاجه بالزبده كندخلوها الفران كتحمر. ناخذ الكسكسو كنوضعوه في طبق تقديم وكنزينوه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، والتزيين كيبقى اختياري. الطبق والوصفه نتاع اليوم، تمنيت نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات الاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي.